السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هعمل معاكم بقى النهارده السويس رول بطريقه تحفه. مقادير مظبوطه، هيطلع معاكي ناجح من اول مره. عملنا سويس رول شوكولاته وعملنا كمان الفانيليا. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبتدي بالمقادير. معايا اول حاجه، معايا 6 بيضات. هفصل البياض عن الصفار، وهحط على الصفار معايا 3/4 كوباية من الدقيق، نص كوباية من السكر، تلت كوباية من اللبن، وربع كوباية من الزيت، ومعايا فانيليا، ونص معلقة 2 جرام، يعني نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هخلط بقى كل الكلام ده مع بعض. والبياض بقى هبتدي ان انا اخفقه. السكر هيكون مع البياض. هحط رشة من الفانيليا او فانيليا سايلة، وهبتدي اخفق كده شوية بشوية، وازود السكر شوية بشوية لحد ما اوصل لقوام اللي انتوا شايفينه ده متماسك. يعني لو قلبت البولة كده البياض ده متماسك جدا وما يقعش معايا. هبتدي بقى اخد معلقة كبيرة من بياض البيض، وهنزل بيه على الخليط الدقيق والصفار، واخفق كده لحد ما اللون البياض ده يختفي تماما. وبعدين هبتدي بقى اضيف الخليط على البياض. بعمل الخطوة دي ليه؟ علشان اسهل ان هما يتجانسوا مع بعض بسهولة من غير ما اخفق كتير، عشان البياض ما يفقدش الهواء اللي احنا دخلناه فيه وما يهبطش معايا بسهولة. كده بقى هنقلب الخليط كله لحد ما يتجانس. انا عاوزة الابيض ده يختفي تماما وهيكون اللون اصفر، لكن بحرص جدا، يعني لفة كده دائرية بالراحة، بحيث ان انا ما اخرجش كل الهواء منه. خلصت بقى الكلام ده كله، هبتدي اجهز الصينية بتاعتي، وهكون مشغلة الفرن على حرارة 180 درجة. وفي الصينية مقاس 28 حطينا فيها ورقة زبدة. دهنا ورقة الزبدة لان الزبدة هنا يعني متكونش ورق الزبدة، يعني ممكن تلزق فيها، مش بيكون معادش زي الاول. وهنزل بالخليط. اهم حاجة ان انا اخليه متساوي. بياخد في الفرن من 10 دقايق ل15 دقيقة بالكتير جدا على الرف الاوسط. خلصت بقى، دهنت بشوكولاتة. عملت له شوكولاتة، ممكن تدهنيه مربى براحتك. وهنزل هلف بقى كده رول بالراحة عشان ما يتكسرش معايا. وهلف رول كويس جدا، وبعدين هنخرج الهواء منه. وهلف الرول والزقه وهندخله التلاجة لمدة ساعة يمسك نفسه، وبعدين نخرجه وهنقطعه بكل سهولة زي ما احنا شايفين. نيجي بقى لسويس رول الشوكولاتة، نفس اللي عملناه ونفس الخطوات اللي عملناها في سويس رول الفانيليا هنعمل الشوكولاتة. بس هشيل معلقتين كبار من الدقيق، وهضيف بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. نفس الخطوات. انا ابتديت بخفق بياض البيض زي ما احنا شايفين. ضفنا الفانيليا وبنضيف السكر شوية بشوية لحد ما هوصل لقوام متماسك جدا. وبعدين هبتدي زي ما عملنا بقى الخليط التاني، وهننزل شوية بشوية لحد ما يتجانس الخليط كله مع بعضه وندخله الفرن. مش هياخد معانا وقت كبير في الفرن، ممكن نختبره بخلة، وهو بياخد حوالي من 10 ل15 دقيقة على حسب الفرن. نقلب بقى كده الخليط كويس جدا لحد ما يتماسك مع بعضه ويكون لون موحد، يعني مش عايزة جزء ابيض وجزء بشوكولاتة، لا، يبقى كله لون واحد. هنخلص بقى التقليب كده بالراحة زي ما قلنا عشان الهواء ما يخرجش. بعد ما الخليط هيتجانس هنكون مجهزين الفرن على حرارة 180، ومجهزين معانا صينية مقاس 28، ومجهزين فيها ورق الزبدة او مفرش سيليكون زي ما انتي حابة. اهم حاجة ان هي ما تلزقش وتخرج معانا
بكل سهولة علشان نبتدي نلفها رول وما تفقدش حاجة منها. بعد ما خلصنا بقى الخليط كده وبقى متجانس، هنبتدي بقى نصب الخليط في الصينية بتاعتنا. اهم حاجة بقى ان احنا هنوزع الخليط بشكل متساوي، بحيث انه ما يكونش فيه مكان اعلى من مكان، يكون السطح املس كده ومتساوي في الصينية كلها، تكون مقاس واحد، عشان لما نيجي نلف الرول يكون يعني القطعة متجانسة كلها مقاس واحد. بعد ما دخلناه الفرن بقى وخرج بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنسيبه دقيقتين يبرد على ما نجهز الحشو بتاعه. هو عبارة عن كريم شانتيه ولبن وفانيليا، ربع كوباية من اللبن، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ورشة من الفانيليا. خفقناهم مع بعض جدا بمضرب الكهرباء، وابتديت بقى نوزع الكريم شانتيه الحشوة بتاعتنا كده كويس جدا على كيكة الشوكولاتة. هنوزع بقى الكمية طبعا زي ما تحبوا، حابين كتيرة او قليلة، دي حاجة طبعا ترجع للرغبة. انا ما ضفتش سكر، لو حد حابب يضيف سكر برضو مفيش اي مشكلة خالص. وهبتدي بقى ان انا الف الرول بتاعي، وهو بيتلف معايا بسهولة لان الكيكة طرية جدا، واتلف معايا كده بكل سهولة. هبتدي بقى ان انا الزقه وعلشان يبقى متماسك، وهدخله التلاجة ساعة او اكتر على حسب التلاجة، وبعدين هيخرج بقى بالشكل ده. شايفين قد ايه ماسك نفسه متجانس، ماسك نفسه قوي ما شاء الله. ما فيش بقى حاجة لا فيه تقشير ولا بيتكسر ولا مفرول ولا اي حاجة، ماسك نفسه كويس جدا. وابتديت ان انا اقطعه كده بالشكل ده، الحشوة فيه ماسكة نفسها، كل حاجة فيه ما شاء الله، وكان طعم مظبوط جدا. اتمنى الوصفة تعجبكم واتمنى تجربوها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو مش مشترك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من قناتكم اكلة ماما. سلام.